عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مع فيديو جديد اللي كنتمنى انه يلقاكم وانتم في احسن حال. اول شيء كنعتذر منكم لاني مدة طويلة ما حطيتش فيديوهات، ولكن ظروفي الصحية ما كانتش كتسمح لي باش انني بارطاجي معكم او نتقاسم معكم مجموعة من الفيديوهات. ودابا غادي نتقاسم معكم اليوم ديالي كيفاش مر. اول شيء بغيت نعرفكم على واحد الحيله اللي هي بسيطه وممكن انكم تستفدوا منها. يعني الا عندكم حامل الاسيس بحال هذا او اي نوع اخر، فممكن انكم توضعوا فوق منه المجمر، او توضعوا المجمر فوق اي شيء يعني مرتفع عن الارض، بحيث انه يكون عندكم الكرسي يعني في نفس الارتفاع ديال المجمر باش تطيبوا بكل سهوله وما يكونش عندكم مشاكل صحيه. يعني هذه الفكره صالحه الناس اللي عندهم مشاكل في العمود الفقري او مشاكل في العظام بصفه عامه. ف كيف قلت لكم يعني كتبت لنا واحد الخريجه يعني في وقت متاخر وما دركناش اننا يعني نخرج ديبلاصا نتسخر وهذه، فاضطريت انني نوجد وجبه غداء بالمتوفر عندنا، خاصه كيف كتعرفوا ان وقت العيد يعني اللحوم هي اللي موجوده. والسهل والسريع اللي جاني وفكرت فيه هاد الساعه هي الكفته، نصايب كفته مشويه، وكذلك ندير بصيله ومطيشه دواور ونديرها حتى هي تشوى مع واحد شويه ديال لاصوص اللي طيبتها. يعني بغاتها الابنه ديالي ما بغاتش انها بصيله ومطيشه مشويين، فبغاتها انها طيبه. هذا اللي كاين وهذا اللي وجدته بسرعه باش اننا نمشيو ونخرجوا للشاطئ سيدي عبد الرحيم. هذا الشاطئ اللي هو في نواحي مدينة العرائش واللي غادي تعرفوا عليه بعد قليل. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش دعمونا وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش تعرفوا على هذا الشاطئ اللي في نواحي مدينة العرائش. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.